هذا الرجل لم ينفق دولارا واحدا طوال حياته، ولم يدفع حتى إيجار الشقة التي يسكن فيها، ومع ذلك لم يقبض عليه أحد. يسير دائما بهدوء داخل وخارج منزله حتى لا يلاحظه أحد. كلما شعر بالجوع يذهب إلى فندق ويستبدل سرا كوبا ممتلئا بكوب فارغ، ثم يأخذ بهدوء قليلا من طعام شخص آخر من صحن الإفطار الخاص به. لكي يبدو غنيا يلتقط النقود التي تركها الآخرون ويعطيها للنادل كإكرامية، ثم يمشي بعيدا بهدوء. ليس ذلك فحسب، بل أثناء مروره بالمتاجر يلتقط سرا أشياء صغيرة دون أن يلاحظها أحد. بعد ذلك يذهب إلى مركز تسوق، كل ما يحتاجه يضعه ببساطة في سلة تسوق شخص آخر، ثم يأخذ شوكولاتة واحدة فقط ويخفي جميع الأشياء اللازمة داخل معطفه ويتجه نحو الصندوق. عندما يمر العميل الحقيقي بجانب الصندوق يبدأ الإنذار في الرنين. نفس الشيء يحدث مع البائعة، فتتحدث مباشرة إلى المدير وتقول إن الآلة معطلة. بعد ذلك يسمح المدير للجميع بالخروج، ويخرج الرجل بعد أن دفع فقط ثمن الشوكولاتة.